النهاردة هنعمل مع بعض الزلابية. طبعا الزلابية معروف ان هي أكلة أندلسية منذ قديم الزمن، ورثوها الأجداد لحد ما وصلت لينا. طبعا الزلابية من الحلويات السهلة السريعة اللي احنا بنعملها في رمضان وغير رمضان، وكمان ممكن نفطر بيها. تعتبر وجبة جميلة وسهلة، من الحلويات اللي هي اقتصادية جدا وموفرة. يعني لو عندك شوية دقيق وشوية مية هتعملي أحلى زلابية. طبعا أنا في الفيديو ده هعمل لكم الزلابية العادية، مش لقمة القاضي. أنا عملت لقمة القاضي قبل كده وهسيب لكم لينك الوصفة في صندوق الوصف. إنما النهاردة هعمل لكم الزلابية العادية اللي هي طرية وبالسكر بمية ودقيق بس. أكلة سهلة سريعة، يلا بينا نشوف طريقتها والمكونات وطريقة تحضيرها. معايا هنا حوالي 2.5 كوباية من الدقيق، ومعايا هنا حوالي 2 معلقة كبار من السميد، ومش أساسي، لو مش موجود السميد هنعمل الوصفة دي من غيرها، بس أنا حبيت أضيفها. وكمان معايا معلقة كبيرة من الخميرة وكوباية كبيرة من المية. طبعا الوصفة دي شبيهة جدا بلقمة القاضي، لكن لقمة القاضي احنا بنكتر فيها السميد وبنكتر النشا وبنصغر حجمها، لكن هنا ممكن الوصفة دي تعمليها بمية ودقيق فقط لا غير، زائد طبعا الخميرة. انا هنا ضفت المية وهضيف الخميرة وهدوبهم كويس جدا، بعد كده هضيف الدقيق. طبعا لازم ادوب الخميرة كويس جدا علشان ما تكلكعش معايا اثناء العجين. طبعا المية كمان لازم تكون دافية عشان تساعد معايا في عملية التخمير. هنا بعد ما هضيف الدقيق هبتدي اقلب كويس واعجن. مفيش داعي ان احنا نستخدم عجان او نعجن بايدينا، لان العجينة سايلة جدا، بسهولة جدا هتعجنيها بالمعلقة. طبعا اثناء العجين لو احنا احتاجنا مية هنضيف، ولو احتاجنا دقيق هنضيف. اهم حاجة تطلع العجينة معايا مظبوطة جدا، وفي نفس الوقت سايلة مش جامدة زي ما هتشوفوا معايا. زي ما انتوا شايفين لازم اقلب كويس جدا، لان احنا طبعا مش هنعجن بعجان ولا هنعجن بايدينا، فلازم نعجنها كويس بالمعلقة. هنا انا احتاجت 2 معلقة دقيق، فضفت كمان 2 معلقة دقيق علشان العجينة تبقى مظبوطة جدا معايا. وهنا خلاص يعتبر العجينة بتاعتي جاهزة. زي ما انتوا شايفين القوام بتاعها سايل، مش ماسك معايا. طبعا لازم اسيبها تخمر مش اقل من نص ساعة. هنا بعد ما خمرت والكمية اتضاعفت خلاص كده العجينة جاهزة معايا للاستخدام. اول حاجة هنا لازم نستخدم زيت يكون غزير. طبعا الزيت غالي فاحنا عايزين نستخدم طريقة اقتصادية للزيت، فزي ما انتوا شايفين انا استخدمت حلة او لبانة صغيرة علشان احط فيها كمية زيت تطلع معايا لفوق. يعني مش عايزة مثلا طاسة، لا هي عايزة حلة او لبانة زي ما انتوا شايفين، وهحط فيها حوالي 3 كوبايات من الزيت علشان الزيت يبقى عالي معايا. طبعا ده ضروري جدا علشان لما نحط الزلابية في الزيت الزلابية تعوم وتطلع معايا لفوق بسرعة بدل ما تلزق في آخر الحلة. وطبعا هكون محضرة 1 كوباية مية زي ما انتوا شايفين ومعلقة. لازم احط المعلقة في المية قبل ما اقطع بيها العجينة علشان ما تلزقش معايا. طبعا دي اسهل طريقة علشان تطلع بيها الزلابية، غالبا تكون مدورة وما تلزقش معاكي. وكمان انا هنا هعملها حجم كبير، مش هعملها حجم صغير زي لقمة القاضي. زي ما قلت لكم دي زلابية بلدي اللي هي ممكن نفطر بيها او نستخدمها كحلويات في رمضان. فانا مش هعملها بنفس طريقة لقمة القاضي اللي هي تكون صغيرة بالشربات، لا هقطعها زي ما انتوا شايفين بحجم كبير. وفي كل مرة لازم احط المعلقة جوه المية. بمجرد ما انا قطعت الزلابية عامت معايا لفوق، وده طبعا علشان الزيت سخن، علشان كمية الزيت زي ما انتوا شايفين غزيرة. هو صحيح انا ما قطعتش كمية كبيرة، لكن انا محتاجة اوفر في الزيت. نحاول ان احنا نظبط النار نخليها على
درجة حرارة متوسطة علشان تستوي معايا كويس من جوه. زي ما انتوا شايفين ابتدى لونها يبقى ذهبي، هسيبها كمان تحمر شوية معايا وبعدين هشيلها من الزيت. عايزة اقول لكم ريحتها تحفة جميلة جدا، على قد مكوناتها بسيطة واقتصادية لكن ريحتها فعلا كانت جميلة جدا. زي ما انتوا شايفين مجرد ما احمرت معايا وخدت اللون اللي انا عايزاه ابتديت اشيلها واكمل باقي الكمية. الطريقة دي طريقة تقليدية عادية جدا، أجدادنا زمان ما كانوش بيعملوا حلويات كتير، ما كانش عندهم أصناف كتير، فطبعا كانوا يعني ما كانش فيه مثلا في البيت غير دقيق وشوية سكر وشوية زيت، فكانوا بيعجنوهم ويعملوا الأكلة الحلويات الجميلة دي. لكن طبعا احنا محتاجين ان احنا نرجع حلويات زمان واكلات زمان الجميلة، فعلا طعمها جميل جدا، طبعا مفيهاش اي مواد صناعية، حاجة كده طبيعية بس حلوة. والأكلات الحلوة دي كانت زمان ما تقتصرش كمان على الطبقة الفقيرة أو المتوسطة، لا ده كان بشوات زمان كانوا بيعملوا الزلابية، والقضاة كانوا بياكلوا لقمة القاضي، ولذلك الأكلات دي أكلات يعني شعبية من زمان جدا، فاحنا لازم نكرر الأكلات الجميلة دي. زي ما انتوا شايفين أنا هنا خلاص خلصت الزلابية، شايفين لونها تحفة ازاي، وابتديت كمان أرش عليها سكر بودرة، يعني أنا طحنته ما اشتريتوش جاهز في البيت. زي ما انتوا شايفين لونها وطعمها وريحتها كانوا فعلا ملهمش حل. أكلة جميلة، أنا عن نفسي بحبها جدا. الأكلات البسيطة، الحلويات الحلوة البسيطة بتاعت زمان اللي بتفكرنا بأيام زمان لازم نرجعها. أتمنى إن الطريقة تكون عجبتكم والفيديو يكون عجبكم، ولو عجبتكم طريقة الزلابية العادية التقليدية ياريت تجربوها.